اختها طلعت تصرخ باعلى الصوت وتقول الحقوني اختي دبحت البت، الحقوني اختي دبحت رودينا، انا ماليش دعوة بيها. وده اللي حصل بعد انهيارها وفقدانها اعصابها من بشاعة المشهد اللي شافته من اختها، فطلعت وفضحتها قدام الجيران. جريمة هزت محافظة قنا وبالتحديد مركز نجع حمادي بعد تغيب طفلة عندها 8 سنين كانت رايحة تحفظ قرآن. وقبل ما اقول لكم تفاصيل الموضوع بالكامل للمرة المليون يا جماعة، ما تلبسوش بناتكم دهب تاني لا اصلي ولا فلس. نبهنا كتير جدا عن موضوع الدهب ده، لكن للأسف الناس بتقول نفس الجملة كل مرة، دي لبساه وسط اهلها وجيرانها مش هتروح بيه اي مكان بعيد. رغم ان اغلب حوادث القتل اللي حصلت للبنات الصغيرة بغرض سرقة الدهب بتاعهم كان من الاقارب والجيران. واقرب مثال لينا كان من يومين، تعالوا شوفوا اللي حصل للطفلة رودينا، الطفلة البريئة عصفورة الجنة، ربنا يصبر اهلها. بس معلش وانتوا بتسمعوني كده يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وتشاركوه في كل مكان علشان يوصل للكل بغرض التوعية وعلشان حق البنت دي يرجع. البنت الجميلة اللي في الصورة قدامكم دي اسمها رودينا محمد كامل، سنها 8 سنوات، من محافظة قنا مركز نجع حمادي وبالتحديد قرية النجاحية. رودينا طفلة متفوقة في دراستها ومتعودة تروح تحفظ قرآن، والخميس اللي فات ده خرجت من البيت وما رجعتش تاني. الاهل والجيران والقرية كلها اتقلبت والكل بيدور على رودينا في كل مكان على امل العثور عليها وردها الاهل. الكل بيسأل بعضه يعني هتكون البنت راحت فين، ده مفيش مكان في القرية ما دورناش فيه، والكل مستني يفرح برجوع رودينا اللي راحت كالعادة تحفظ القرآن واختفت. وجه الليل ورودينا لسه مفيش اي خبر عنها، لحد ما فجأة اهل البنت وجيرانها سمعوا صوت بنت من جيرانهم بتصرخ وتقول الحقوني اختي دبحت البت، الحقوني اختي دبحت رودينا. ومن بعدها بدأ الصراخ يملى المكان وتجمعت الناس كلها. وفي وقتها الكل دخل البيت، لقيوا جارتهم دابحة بنتهم ومستنية الوقت يتأخر بالليل وتتخلص من جثمانها، لكن اختها من الصدمة كشفتها وفضحت امرها. ايوه زي ما سمعت كده، جارتهم اللي ساكنة جنبهم واللي واكلة معاهم عيش وملح وبينهم عشرة استنت رودينا وهي رايحة تحفظ قرآن كالعادة واستدرجتها لبيتها بغرض سرقة حلقها، وعلشان تداري جريمتها بما ان البنت خلاص هتفضحها بعد ما البلد كلها اتقلبت وبتدور عليها، عملت جريمة اكبر وسحبت السكين ونهت حياتها. عملت كده قدام اختها او اختها اكتشفت الجريمة. المهم من بعدها ما تحملتش بشاعة المنظر فطلعت قدام الكل وكشفت الحقيقة. فتخيل كده معايا واحدة ست تمسك بنت صغيرة وتجيب السكين وتنهي حياتها بيها عن طريق النحر وكأنها بتعمل كده في فرخة. طب بأمانة دي المفروض يحصل فيها ايه وتاخد اي حكم؟ ده مهما يتعمل فيها مش هيكون كافي بحجم الجريمة البشعة اللي هي عملتها. طفلة بريئة ملهاش اي ذنب، كل ذنبها انها رايحة كالعادة تاخد درس القرآن علشان حتة حلق ملوش اي قيمة تعمل فيها كل ده. اللي زيها المفروض الحكم عليهم يكون بسرعة وفي ميدان عام علشان يكونوا عبرة لغيرهم. ويا ريت يا جماعة بلاش تلبسوا بناتكم دهب تاني، خافوا عليهم. المجرم اصلا ما بيشوفهاش بنت، هو بيشوف اللي في ودنها او في ايدها ده هيساوي كام وبس. واخيرا رودينا عصفورة الجنة، ربنا يصبر امك وابوك وجميع اهلك على اللي هم فيه دلوقتي، وخالص العزاء ليهم والجميع اهالي القرية. وبنطالب قضاءنا العادل بالقصاص العاجل من المجرمة عديمة الرحمة والإنسانية في أسرع وقت ممكن علشان تكون عبرة لغيرها. وكل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعة يعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان علشان حق الطفلة دي يرجع. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.